بسم الله الرحمن الرحيم. خلال القمة العربية في مدينة سرت الليبية، خاطب علي عبد الله صالح الرؤساء والملوك الحاضرين. خاطبهم وخلفه الكثير من الليبيين في مدرجات القاعة يستمعون لشيء ما جديد، شيء ما قد يحدث. يومها قال في ذروة الملل بلا أوراق مكتوبة مسبقا: وأن ليس مشروعا عاطفيا مقدما من ملك أو من أمير أو من رئيس أو عاطفة، ولكنها من خلال متابعتنا للأحداث والتطورات الإقليمية والدولية لا بد أن يفعل العمل العربي المشترك. كيف نطور منظومة العمل العربي المشترك؟ سموها ما شئتم. وإذا كان هذا الحديث حول تطوير منظومة العمل العربي حيحدث سوء فهم داخل المجموعة العربية، فأنا أقترح لا يناقش ولا يجمد. خلونا نحافظ على ما تبقى من التضامن العربي في إطار ما يسمى بالجامعة العربية، ولا لا بات نناقشه ونناقش حيثياته ونناقش خلفياته. هذه تطوير العمل العربي. خلونا ناخذ ميثاق جامعة الدول العربية، خلونا ناخذ الميثاق ونجعلها منظومة متكاملة، مش ناخذ فيها في العمل العربي المشترك من هذا الميثاق ما نريد، ناخذها كوثيقة وطنية أو كوثيقة قومية ونفعلها بكل نصوصها، منها اتفاقية العمل العربي المشترك، المجلس الاقتصادي الأعلى، إنشاء حكومة فض المنازعات، إنشاء، يعني هذه موجودة أيضا في ميثاق جامعة الدول العربية. الشيء الأخير هو دعم السلطة الفلسطينية. أولا دعم الحوار الفلسطيني. الشيء الثاني الوقوف إلى جانب السلطة الفلسطينية كسلطة شرعية، وأن نعزز من موقفها ونعزز من الوقوف إلى جانبها بما يسندها ويعزز من مواقفها التفاوضية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مش مع نتنياهو. نتنياهو موظف مرسل، وأنتم تعرفوا أصله وفصله ومن أين أتى. هو مندوب في الدولة اليهودية، لا يريد أمن ولا يريد استقرار ولا رضي يوقف الاستيطان. خطاب الرئيس أوباما، خطابه الانتخابي واضح، وخطابه لما جاء إلى مصر واضح، ولكن لا يعني دخل الكلام من هذا الإذن وخرج من الإذن الثاني. إذن هذا متنفذ، وهناك قوة يمينية وقوة صهيونية تدعم نتنياهو، وانتم نغرد بالبيانات والشجب والإرهاب والمش عارف ايه والحكومة، ولا هم سامعين ولا هم عارفين من احنا. الحل هو الحل في فوهات البندقية، تصعيد المقاومة بكل ما أتيتم من قوة، ولا يسترجع حق إلا بالقوة. ما انتزع بالقوة ما يعاد إلا بالقوة. أما التفاوض فهي إهانة. شكرا لأخي رئيس المؤتمر، والسلام عليكم ورحمة الله. كان صالح يتحدث أمام الرؤساء بلكنته العامية، كان يشرح التفاصيل الكبيرة بلهجة عادية، لهجة الواثق من نفسه أمام الملوك الأثرياء. في ثنايا خطابه هناك وقف الجميع يصفقون له. عندها قال عنه القذافي: موجود هناك فأنت موجود معنا، وأنت صامت في وجه العواصف، وتستحق وسام الصمود والشجاعة والمهم ان اقتراحك تحصلت عليه الموافقة من الآن لما قدمته، صفقنا مرتين عليه. إذن اقتراحك تمت الموافقة عليه وسنناقش تفاصيله. كانوا يرددون في القاعة وبصوت موحد:
ابتسم صالح ووقف معهم رافعا يده اليمنى، وفي داخله يعلم جيدا واقع العرب ومكر المخادعين، لكنه قد قال حلم الشعوب في شبه الجزيرة والوطن العربي، وهذا بمفرده يكفيه. هذا صالح، وتلك خطاباته ما زالت في كل مكان، لم تمح أو تنسى. بسم الله الرحمن الرحيم. خلال القمة العربية في مدينة سرت الليبية، خاطب علي عبد الله صالح الرؤساء والملوك الحاضرين. خاطبهم وخلفه الكثير من الليبيين في مدرجات القاعة يستمعون لشيء ما جديد، شيء ما قد يحدث. يومها قال في ذروة الملل بلا أوراق مكتوبة مسبقا: وأن ليس مشروعا عاطفيا مقدما من ملك أو من أمير أو من رئيس أو عاطفة، ولكنها من خلال متابعتنا للأحداث والتطورات الإقليمية والدولية لابد أن يفعل العمل العربي المشترك. كيف نطور منظومة العمل العربي المشترك؟ سموها ما شئتم. وإذا كان هذا الحديث حول تطوير منظومة العمل العربي حيحدث سوء فهم داخل المجموعة العربية، فأنا أقترح لا يناقش ولا يجمد. خلونا نحافظ على ما تبقى من التضامن العربي في إطار ما يسمى بالجامعة العربية، ولا لابد نناقشه ونناقش حيثياته ونناقش خلفياته. هذه تطوير العمل العربي. خلونا ناخذ ميثاق جامعة الدول العربية، خلونا ناخذ الميثاق ونجعلها منظومة متكاملة، مش ناخذ فيها في العمل العربي المشترك من هذا الميثاق ما نريد، ناخذها كوثيقة وطنية أو كوثيقة قومية ونفعلها بكل نصوصها، منها اتفاقية العمل العربي المشترك، المجلس الاقتصادي الأعلى، إنشاء حكومة فض المنازعات، إنشاء، يعني هذه موجودة أيضا في ميثاق جامعة الدول العربية. الشيء الأخير هو دعم السلطة الفلسطينية. أولا دعم الحوار الفلسطيني. الشيء الثاني الوقوف إلى جانب السلطة الفلسطينية كسلطة شرعية، وأن نعزز من موقفها ونعزز من الوقوف إلى جانبها بما يسندها ويعزز من مواقفها التفاوضية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مش مع نتنياهو. نتنياهو موظف مرسل، وأنتم تعرفوا أصله وفصله ومن أين أتى. هو مندوب في الدولة اليهودية، لا يريد أمن ولا يريد استقرار ولا رضي يوقف الاستيطان. خطاب الرئيس أوباما خطابه الانتخابي واضح، وخطابه لما جاء إلى مصر واضح، ولكن لا يعني دخل الكلام من هذا الإذن وخرج من الإذن الثاني. إذن هذا متنفذ، وهناك قوة يمينية وقوة صهيونية تدعم نتنياهو، وانتم نغرد بالبيانات والشجب والإرهاب والمش عارف ايه والحكومة، ولا هم سامعين ولا هم عارفين من احنا. الحل هو الحل في فوهات البندقية، تصعيد المقاومة بكل ما أتيتم من قوة، ولا يسترجع حق إلا بالقوة، ما انتزع بالقوة ما يعاد إلا بالقوة. أما التفاوض فهي إهانة. شكرا لأخي رئيس المؤتمر، والسلام عليكم ورحمة الله. كان صالح يتحدث أمام الرؤساء بلكنته العامية، كان يشرح التفاصيل الكبيرة بلهجة عادية، لهجة الواثق من نفسه أمام الملوك الأثرياء. في ثنايا خطابه هناك وقف الجميع يصفقون له. عندها قال عنه القذافي: موجود هناك فأنت موجود معنا، وأنت صامت في وجه العواصف، وتستحق وسام الصمود والشجاعة والمهم ان اقتراحك حصلت عليه الموافقة من الآن، لما قدمته صفقنا مرتين عليه. إذن اقتراحك
تمت الموافقة عليه وسنناقش تفاصيله. كانوا يرددون في القاعة وبصوت موحد: ابتسم صالح ووقف معهم رافعا يده اليمنى، وفي داخله يعلم جيدا واقع العرب ومكر المخادعين، لكنه قد قال حلم الشعوب في شبه الجزيرة والوطن العربي، وهذا بمفرده يكفيه. هذا صالح، وتلك خطاباته ما زالت في كل مكان، لم تمح أو تنسى.